حضرتك ما تدقيش عليه. ادي مثلا ادي الدقه، ادي الثانيه، ادي الثالثه، ادي الرابعه، ادي الخامسه. بص كده من جوه، شايفه الشروخ دي؟ بص من بره، شايفه يعني هو ده كام؟ 4 خبطات، يعني مش هيهرس التومه حتى. ادي 4 خبطات بوظ الهون. ادي دي كده اهي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متابعينا في الرحمن سنتر، اهلا وسهلا بكم. زي ما عودناكم في الرحمن سنتر ان احنا نفرق لكم ما بين المنتج الاصلي والتقليد، او الخامه الكويسه والخامه الوسط والخامه القليله، ونعرفكم ازاي تشتروا الادوات المنزليه. ان شاء الله النهارده معانا حاجه موجوده في السوق، عرايس كتيره بتتخدع فيها. نبدا الاول نتكلم كده عن هون العروسه، ونشوف ايه الخدعه او ايه الهون اللي مش كويس اللي احنا ما نجيبهوش. اول حاجه معانا الهون الجرانيت ده. طبعا احنا هنتكلم على الانواع، وفي الاخر هنشوف الحاجه اللي مش كويسه او اللي احنا بنحذر منها. عند حضرتك ده هون بيقولوا عليه هون جرانيت، بس هو مش جرانيت، ده هون بلاستيك. يعني ده بينزل على الصفح بيكتبوا، او بينزل على النت بيكتبوا هون جرانيت. لو سمعتوا هتلاقوا ليه دقه بلاستيك، زي ما حضراتكم كده سامعين صوته صوت بلاستيك. بس هو مدهون جرانيت، هي دي كل الحكايه بتاعته. ده هون خشب زي ما حضراتكم كده شايفين، في منه انواع واشكال. ده هون ستانلس طبعا معروف، في منه برضو اشكال وانواع. ده بيكون بناحيتين، بيبقى فيه ناحيه واحده ومقفول من تحت بصب، او مقفول رمله، او مقفول فارغ. نبص كده بقى على الموضوع الاساسي بتاع الفيديو دوت، وهو الهون السيراميك والهون الجرانيت. نبعد ده كده شويه، نبص على الهون السيراميك والهون الجرانيت. الهون السيراميك والجرانيت دوت اكتر حاجه بتشد العرايس، لان شكله كويس، خامته كويسه، حاجه جديده، فهي معظم العرايس بتميل ان هي تشتري الحاجه الجديده. بيجي طبعا من الجرانيت اشكال، يعني ده شكل اهو في الجرانيت، بيجي منه اللي هو الشكل دوت روز، يعني في منه اشكال، عشان كده دوت اللي بيشد العرايس اكتر. نبص كده وحضرتك بتشتري الهون دوت، لازم تخلي التاجر يعمل لك كده، لازم تخلي التاجر يدقلك جامد باليد كده، يعني اهي لازم يدق. وتبص كده في القعده هتلاقيها قاعده شكلها كويس، شكلها جميل ناعم، ما تاثرتش بالخبط اللي انا خبطته. نبص كده، لو التاجر مرضيش ان انت تعملي كده، فانت ما تشتريش الهون دوت. لو هو متغلف برضو زي كده، فانت برضو ما تشتريهوش غير لما تجربيه. طب ليه يا ست الكل؟ عشان خاطر حضرتك لما تجربي حاجه زي كده، يعني هم لو قفلوه يعني هيروح مننا فين؟ احنا هنفتحه ونجربه طبعا عشان الناس تشوف وتعرف. الهون زي ما حضراتكم كده شايفين بيجي متغلف، عشان خاطر حضرتك ما تدقيش عليه. ادي مثلا ادي الدقه، ادي الثانيه، ادي الثالثه، ادي الرابعه، ادي الخامسه. بص كده من جوه، شايفه الشروخ دي؟ بص من بره، شايفه يعني هو ده كام؟ 4 خبطات، يعني مش هيهرس التومه حتى. ادي 4 خبطات بوظ الهون. ادي دي كده اهي. طيب لو بصينا كده على اليد دي، يد قويه، يد متينه، يعني ده هي لو وقعت هتتكسر، بس لو حافظنا عليها مش هتتكسر. انما يد زي ديت مثلا لو احنا قمت عامل كده اهي، بقت تراب اهي. شايفين حتى الخامه هو عباره عن ملزوق، تحس ان هو ملزوق حاجه زي كده مثلا اهي. تمام؟ يعني لا انا طبعا عشان بصور بايد واحده، لو عملت كده اهي اهي تراب اهو. بصوا ده كده، ده متين، ده قوي. لو بصينا اهو هتلاقي الهون خبطتين 3. تمام؟ فاحنا بنحذر من النوع دوت. النوع ده كويس جدا وعملي جدا، ويعني بص حضراتكم انا خبطت فيه ديت اهو، ده واقع من بره عشان ما حدش يقول لي ان هو اتجرح ولا حاجه. اهو بيتمسح اهو. الهون ده كويس وعملي وجميل لو حافظنا عليه. الهون دوت، يعني انت هتشتري هون سيراميك، هتشتري هون جرانيت، لازم تجربيه الاول عشان فلوسك ما تضيعش في الارض. ولو التاجر مرضيش ان هو يخليك تجربيه، ما تشتريش الهون دوت. طبعا احنا مكسرين اهو كام هون. طبعا هتقول لي يا رحمن هتعمل ايه بالهوان دي كلها؟ اكيد طبعا مش هبيعها لعملائنا، لان احنا بنحترمهم. الهوان دي كلها هتترمي. طبعا انت وانت بتشتري الحاجات دي لازم تشتريها من مكان موثوق منه، بحيث لو انت اشتريتها بايظه تروح له بيها يرجعها لك. التاجر اللي بيبيع حاجه بيبقى عارف ان جاله منها شكاوي، فبيعرف ان هي بايظه. انا مثلا قبل ما اجيب دوت انا بجربه لازما للعروسه، عشان كده لما جربته لقيته بايظ، فعشان كده انا مش هبيع منه ولا واحد. وطبعا يعني ربنا يعوض علينا في الكميه اللي احنا جبناها منه. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.